دي عمرو دياب العربيات. تخيلوا لقيت واحده موديل 2002 ب 450,000. مش دي المشكله ان هي ماشيه 600,000 كيلو، يعني الكيلو واقف عليك ب 75 قرش تقريبا. تويوتا كرولا الجمل 2007. هكلمكم عن الاكستيريور. هنا يعني 430 لتر لو انا دخلت الانتيريور. نيجي بقى للفيو من قدام. هكلمكم برضو عن المحرك ال VVTi ديت، يعني Variable Valve Timing with Intelligence. تقصد ايه بالكلام الماسخ ده؟ وهناخد فيها جوله سريعه كده. بس الستيرنج والله خفيف وبيرجع معاك. هنجرب دوسه كده كالعاده الزماره. انا احمد عبد ربه، يلا بينا. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. بالنسبه للشكل الخارجي مفيش كلام كتير يتقال، بس الفيس ليفت تقريبا من اول 2002 لحد 2007 منظر دوت تقريبا، بالفوانيس اللي هي كبيره شويه والجريل الضخمه. ومن هنا تقريبا المصريين حبوا يطلعوا عليها مصطلح الجمل. نيجي لمقاس الجنوط. مقاس الجنوط 185/70/14، والخلوص الارضي بتاعها المسافه بينها وبين الارض 14.7 تقريبا 15 سم، وده معناه ان هي جمل على المطبات. بالنسبه للشكل الخلفي مساحه الشنطه يعني مفيش كتير يتقال. هنا الريفيرس لايتس، شنطه كبيره جدا لدرجه ان انت ممكن تلاقي ذكريات طفولتك ضايعه هنا. يعني 430 لتر لو انا دخلت جوه ممكن اعيش هنا، بس يعني حاسس صعب شويه. نخش على جوه على طول. نيجي بقى للمساحات الداخليه في الكنبه ورا. الكرسي ده مظبوط على وضعيه سواقتي. انا 178 سم. مساحه كده، مساحه من ورا، في نفق فتيس هنا، يعني هي تنفع عيله شخصين ومعاهم طفل. ده من هنا كراسي جلد بتولع فيك بجد في الحر زي اي حاجه جلد. عندها هنا حاجه مريحه لو نمت عليها، دوت مسند مخدع. فكده من قدام. تعالى بقى نروح ورا. نيجي بقى للفيو من قدام. زي ما قلت لكم دوت على وضعيه سواقتي. يعني انا متفاجئ ان هنا جلد، لا ده بلاستيك، وده جلد بتسند عليه. دي مفتاح العربيه صحيح في لوك وانلوك، دي ميزه يعني رهيبه. سناده. بصي بقى ريكو بقى وهي بتشتغل. ده بقى المنظر الداخلي زي ما قلت لكم. ده المفروض ان هو يبان جلد بس هو بلاستيك عادي. دي قماش، دي جلد تسند عليها. دي زراير ما شاء الله، لوك وانلوك. ده اللي بيقفل الاطفال. يعني تظبيط مرايه بجد. انا متفاجئ ان في حاجات هنا يعني. ده بتاع الكبوت. ده منظر العدادات، عدادات تقليديه جدا يعني. ما فيش بقى شغل التلفزيونات اللي زي في ريفيو السبورتاج. لو ما شفتوش هخليه لكم يطلع كده في جنب هنا. فعربيه ماشيه ما شاء الله، 262,000 كيلو. نيجي هنا بقى تكييف البكر. بص بقى صوت البكره. ايوه بقى تكييف بجد يا جماعه. ده مش محتاج تقرير، ده محتاج اللي هو ايه، تقرير ارصاد جويه. يعني اللي هو كان الساعه 7 الصبح قبل ما نروح المدرسه. ده حد كان بيشوفه ولا انا بس اللي كنت بشوفه؟ ده منظر الفتيس. المفروض ان ده سبورت مود. عايز اجربه بجد يعني. لسه ما جربتوش. هنطلع دلوقتي معاكم ونجرب. وده منظر فرامل اليد. ساحه تخزين اهي ما شاء الله. اخد جهينه ميكس انا لسه شاربه ده. ده برضه اخد ده كده اوفر فيو. نيجي بقى للمحرك اللي بيحرك الجمل دوت. اول ما تبص هتلاقي مكتوب VVTi ديت، يعني Variable Valve Timing with Intelligence. تقصد ايه بالكلام الماسخ ده؟ بالبلدي يعني المحرك ده ذكي، بيفهم دوستك. لو انت مزنوق مثلا على كوبري اكتوبر ودوست دوسه خفيفه، المفروض ان هو الصباب بيدخل كميه بنزين قليله، وده السر ان هي المفروض موفره في البنزين. طيب الحمد لله الزحمه فكت وكله بيجري، لا هيفتح بقى ويسحب وتدوس بقى براحتك. يعني الموتور ده بيولد المفروض 110 حصان
ونسيت بيولد كام نيوتن متر فهطلعها لكم هنا. متوصل بفتيس اوتوماتيك عادي جدا، 4 نقلات، اعتمادي جدا جدا. وبجد منطقه الحوض دي ومنطقه الفتيس والحاجات دي الصناعيه خلاص حفظوها وبقت سهله وجميله، وده سر اعتماديتها وان هي ماسكه سعر مش عارف يعني 600,000 دي اكيد استعمال طبيب لو لقيتها من التويوتا كرولا. يلا بينا بقى نجرب العربيه على الطريق. كفايه قوي كده، عايزين بقى نقفل ده. بص بقى ارزعه. هنرزعه بسم الله الرحمن الرحيم. قفل صح؟ كانش راضي يتقفل يا جماعه، ما بيتقفلش الا كده يعني. صاحبة العربيه مأكده. اتقفل بجد. نجرب بقى الجمل، نشوف ال 110 جمل دول عاملين ايه على الطريق. حزام الامانه اهم حاجه. بسم الله. مرايات، تشيك المرايات دايما السيفتي. والله يعني بتجمع. الستيرنج هيدروليك مش الكتريك. واضح ان بنلعب مش بيحس بالطريق خالص. طبعا 100% بتحس بالبادي بتاع العربيه وانت بتلف. الكرسي لحد ما مريح بصراحه يعني، بس الستيرنج والله خفيف وبيرجع معاك. هنجرب دوسه كده. بص يعني بصراحه انت معاك لحد بكره لحد ما تجمع. اوه تبدا تسمع الصوت بقى. طب نجرب الفرامل. ماشي، فرامل كويسه برضو الى حد ما. بس انا عارف ان دكتوره كريمينا صاحبه العربيه يعني على حاله العربيه من ساعه اول كيلو لحد 200,000. ماشي. اخد لسه هنا. عايز اجرب لكم بقى زرار السبورت ده، تقول ان هي عمرها ما جربته. المفروض انه بيسقط نقله. بس بعد المطب ده هنجربه في الدخل. نشوفها على المطبات. مريحة والله في المطبات يعني. هي طبعا مش بتاعت مناورات بقى وغرز وكلام الشباب الطائش دوت، ملناش في الكلام ده خالص. نجرب دوسة كده. دوسة يعني المفروض ان هي فيها يعني ايه، بس بعد ال 100 120 ما تجربش. شوف الترنينج سيركل بتاعتها. عربية يا جماعة اعتمادية جدا، قليلة الأعطال. مفيش عربية ما فيهاش أعطال 100%، بس هي قليلة الأعطال. بس انت لو دوست كده على هتبدأ تسمع صوت الموتور بقى. المفروض ان زرار السبورت دوت شغال، فكان بيحاول يسقط نقلة. لما السبورت يبقى شغال بيسقط نقلة يعني. نرجع اعتمادية يا جماعة، مش لاقي كلام كتير يتقال بصراحة. ايه رأيي في تويوتا كرولا الجمل؟ بصراحة عربية أثبتت اعتماديتها على مدار العصور لحد دلوقتي. عربية تكييف، ثلاجة، ولكن من بعض عيوبها الثبات. وإن كان صاحبة العربية بتقول إن هي بتمشي على 160، فادعوا لها ربنا يستر طريقها. وطبعا الخامات والتكنولوجيا مش أقوى حاجة، ولكن يعني الجمل. قولوا لي لو انتم معاكم من 400 ل 500 ألف تجيبوا الجمل ولا تحطوها مقدم في عربية صيني؟ قولوا لي في الكومنتات. ولو عندكم عربية عايزين تعملوا لها ريفيو ابعتوا لي دي ام، لايك، شير، سبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي. بليز ما تقفلش. نيجي بقى للمساحة. يخرب بيتك. بالنسبة للمساحة الكرسي ده يخرب بيتك. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.